مع كل شيء، محفولين مكفولين. اللي هو صقر ووالدته مم. واخته، مم. اخته صغيره. فالعائله هذه انا متكفل فيهم بعمره ويجون هنا. الله يكتب أجر. ايه، واذا جو هنا يقول بيقابلوني بيجوني بعد وبيقوم بضيافتهم على اكمل وجه. الله يكتب. ولا هم مقصرين معهم، ووعد بخير. ووكلني هالامر، وان شاء الله باذن الله في رمضان نبدا ان شاء الله نمشي في الاجراءات. انت لا زلت متواصل مع صقر؟ نعم. هو موجود في اليمن الان تقريبا. راح راح قبل المقطع ولا بعد المقطع؟ لا بعد المقطع، لانه اخذ فتره هنا في الرعايه الصحيه التهيئه النفسيه. لان اللي تعرض له ترى ما هو بسهل وهو صغير في السن. مسكين. لا إيه؟ لا محزن صراحه، حتى اللي طالع في صوره له قبل وبعد. قبل يعني اثناء ما وجدته، وبعد ما يعني ما بعد لا فتره لا كان في فرق، في حزن والم وتعب وكدر. والصوره الثانيه فيها ابتسامه، فيها سبحان الله، فيها يعني شيء جميل صراحه. هذا شوف، داخليا ترى هو اللي يقدر يغيرك ويغير شكلك بعد كامل. من شكل الى شكل، او من حال الى حال. الحمد لله، يعني عندنا الجهات المختصه ما قصروا، قاموا باكمل وجه. والولد تم تهيئته، اول شيء رعايته صحيا وتهيئته نفسيا، وقاموا بكل ما يلزم. يعني احنا هنا في بلد اللهم لك الحمد، على رئاسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده الامير محمد سلمان. ما في شك. في بلد في قانون، فيها رعايه، في حقوق للطفل، حقوق لكل من في هذا البلد، سواء مقيم او مواطن او زائر او سايح، الكل هنا يضمن حقه. صدقت. اللهم لك الحمد. من تواصل معك غير صاحب السمو الملكي؟ كثير جدا تواصلوا معي كثير. من ضمنهم مشايخ هنا، طبعا الشيخ فهد بن قروش تواصل معي وعزمني عنده، الله يبيض وجهه، وجيت حضرت عنده. قدم ولدها 10,000. ولده قدم 10,000 ضيافة عند قدوم صقر للعمرة. الله يجزاهم كضيافة له. الله يجزاهم خير. اي نعم. يكتب أجرهم. كثير كلموني. يعني كلمني حتى تاجر يمني في الإمارات، ما يرغب في ذكر اسمه، وقال لي احفظ رقمي عندك. قال لي أنا صقر له عندي من 100,000 درهم إلى 1,000,000. ما شاء الله. علاج والدته عندي، كل شيء عندي. ما شاء الله. اي نعم. الله يجزاه خير. الله يجزاه خير. تواصل معي حسن بن محفوظ من جدة. من جدة. اي نعم. معروف. ايه. الله يجزاه خير. قال لي أنا متكفل بكل ما يلزم، كل شيء. أنا بس أبغى أساعد صقر هو ووالدته بأي شيء، أنا جاهز. وش ما يبغى. قلت لا، هم بيجون عمره. قال أنا متكفل بالعمرة. قلت والله سبك فيها طويل العمر. لكن إن شاء الله نبي نشوف شيء نظامي وإجراءات نظامية، وإن شاء الله أنك بتقدر يعني تساهم أو الله يجزاهم تفزع لصقر. الله يجزاهم خير. أنا شفت بعض الأسماء شركات وأسماء أشخاص. أنا متبرع له ببيت، أنا متبرع له بسيارة. هذه تبرعات حقيقية، لأنه فيه الآن أبو ناصر في ناس يستغلون المآسي أو المواقف أو الأحداث اللي تحصل، فيجيك على أساس أنه الإعلام يتداول اسم هالبراند أو هالشركة، يقول أنا تبرعت بمبلغ أو تبرعت بسيارة أو تبرعت بكذا. فالأخير لما تجي لأمر الواقع تبحث عن الشخص ذا ما تلقى له. هذه ما تقدر تحددها يا أبو محمد، أنت ما تدري إلا لين يجي وقتها وتجرب الرجال وتشوف هل هو صادق ولا لا. فعلا في ناس هبة مع الترند، لكن لما تجيهم بعدها ما تلقاهم. فما تدري أنت الحين إلا عاد إذا في شخص معروف يعرفون هالناس، إذا قال وإذا وعد أوفى. إيه. الناس بعض الأسماء اللي ما حد يعرفهم أو شيء، إذا قالوا شيء ما تدري هم لين تجربهم. في دكتورة هنا مقيمة أعطتني اسمها ومعلوماتها، وقالت أنا متكفلة بعلاج والدة صقر في اليمن. في اليمن علاجها هناك في اليمن، أنا متكفلة بعلاجها. هي دكتورة مقيمة هنا. الله يجزاها. هي يمنية. دكتورة يمنية مقيمة هنا. الله يجزاها خير. إيه. في كثير كل يتكفل بكل شيء. في واحد تبرع ببيت. هذا البيت والسيارة. السيارة في شركة، أنا قريت اسم الشركة. كلها في اليمن. كلها في اليمن، ما في منها شيء في السعودية. هذا تاجر رجل أعمال في اليمن تكفل بشقة أو بيت، حتى تم تصوير المكان وقال هذا بيت صقر ووالدته.
الله يجزاه خير ويبيض وجهه. يكتب أجره. في اتوقع اسمه رجل اعمال الشيخ فهد بن جعموم. ايوه بالضبط.